عمرك حسيت ان يومك بيخلص من غير ما تعمل حاجة؟ السر مش في الوقت، السر ازاي تديره صح. الوقت هو راس مالك الحقيقي. فلوسك ممكن تروح وتيجي، اما الدقيقة اللي بتروح عمرها ما ترجع تاني. علشان كده النجاح الحقيقي لازم يبدأ من إدارة وقتك. حدد أولوياتك، مش كل حاجة لازم تتعمل دلوقتي. اكتب أهم 3 حاجات محتاج تخلصهم في يومك، وممكن نوسع النطاق شوية نخليه أسبوع أو شهر أو سنة، وخلي تركيزك عليهم. ولازم تبعد عن المشتتات، الموبايل والسوشيال ميديا بياخدوا نص وقتنا من غير ما نحس. جرب تخصص أوقات معينة تفتح فيها السوشيال ميديا، وباقي اليوم يبقى علشان تخلص وتنجز فيه كل شغلك. استخدم قاعدة ال 25 دقيقة، اشتغل 25 دقيقة بتركيز كامل، وبعدين خد راحة 5 دقايق. الطريقة دي بقى هتزود تركيزك بشكل رهيب. اربط وقتك بالعبادة، صلواتك هي أحسن تنظيم لليوم، وقسم وقتك بين الصلوات. صدقني هتلاقي نفسك منظم من غير ما تحس. وراجع يومك قبل ما تنام، اقعد اخر اليوم كده قعدة صراحة مع نفسك، واسأل نفسك انا انجزت ايه النهاردة، وايه هو اللي اقدر اعمله بكرة ويكون احسن من النهاردة. الوقت لا بيزيد ولا بيقل، لكن الفكرة احنا ازاي نستفيد من الوقت ده. وابدأ النهاردة ونظم وقتك، وصدقني هتشوف حياتك بتتغير. وده كان الفيديو رقم 5 من سر النجاح الحقيقي. تابعني واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.